السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وسنة جديدة، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا. 2025 بعد كمية المعلومات الرهيبة اللي على النت وكمية المعلومات اللي بقى الواحد يعرفها خلال اليوم، ولسه في حد بيسأل الأسئلة دي. بس قبل أي حاجة اعمل لايك، سبسكرايب وشير لو تكرمت، ويلا بينا نبدأ الفيديو. حاليا احنا في 2025 وابتديت اهتم بالسوشيال ميديا. كان بيجيلي اسئلة كنت بجاوب الناس عليها بشكل شخصي عموما، سواء في الجيم او في الملعب او انا بتمرن او حد من اصحابي يسألني. فكانت الاسئلة بتبقى متنوعة ومختلفة، بس الفكرة كلها سؤال زي انا عايز اخسس منطقة معينة. علميا مفيش حاجة اسمها اللي انا عايز اخسس منطقة معينة، او اللي انا لما هلبس كيس او حزام او ايا كان هخسس المنطقة دي. الموضوع ده ملوش اي اساس من الصحة. اصل مش معقولة ان انا هاكل اكل صحي فينزل عند بطني، او هاكل اكل صحي فيخسس المنطقة دي ويسيب المنطقة دي. الموضوع متوقف على عوامل كتيرة. المنطقة اللي مضايقاك او اللي انت عايز تخسسها بيبقى فيها كمية فاتس كبيرة، بيبقى فيها تجمع فاتس انت مش متخيله، طبقات من الدهون فوق بعض. عشان تخسسها لازم استمرارية، لان انت اول لما هتبتدي تعمل دايت، او اول لما تبتدي تعمل كارديو، او اول لما تبتدي تمشي على نظام، مش هيخسس لك المنطقة دي. يعني مش هيجي مثلا الاكل رايح هو عارف طريقه، يعني ايه ده البنج فلا ما فيهوش فاتس فننزل نكمل. ده انت عندك فاتس هنا قليله وفاتس هنا كتيره، فاحنا ندمر الفاتس الكتيره ونسيب الفاتس القليله. الموضوع ما بيمشيش كده. لما بتيجي تعمل دايت او نظام غذائي، الجسم ذات نفسه بيبتدي يستشعر بوجود حاجه جديده. انا مثلا كنت باكل الصبح برجر وبالليل باكل شاورما واخر اليوم بضرب حواوشي، فالجسم متعود اللي هو الصبح هيجيله برجر، وبالليل او في نص اليوم هيجيله شاورما، واخر اليوم في رغيف او اتنين حواوشي، غير الحلويات، غير السكر في المشروبات. فدي كلها تراكمات دي جاية على مدار ايام، على مدار شهور، على مدار سنين، ايا كانت المدة اللي انت عملت فيها تراكمات للاكل ده فعمل فاتس. فهي مدة، انت مثلا هنقول قعدت سنة كاملة بتاكل الاكل ده مع التنويع فيه، فالموضوع بقى تراكمي. مش هينفع تيجي في شهر تخس، مش هينفع تيجي في شهر تتارجت منطقة معينة. اللي حصل دلوقتي اللي انت جسمك خد الاكل اللي انت دخلته، فلما خد الاكل اللي انت دخلته هضم شوية، هضم حبة منه، والباقي خزنه على هيئة دهون. الجسم خلاها دهون مختزله، فاختزلها في طبقات، فالطبقات دي بقت فوق الماسلز، فما بقتش شايف انت ماسلز، بقيت شايف كوره، شايف شكل كبير، شايف خدود، شايف مفيش دراعات، شايف الجلد مش مشدود، شايف. فما تجيش اول لما الحماس ياخدك عايز تخس في شهر، عايز تخس في اسبوع، عايز تخس في 3 ايام. الموضوع ما بيمشيش كده اطلاقا. انت قعدت مدة 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور بتاكل غلط، فمش عايز تصبر قدامها شهرين 3 تشوف نتيجة. فمفيش حاجة هتاخدها هتعمل لك اللي في دماغك، يعني ولا الحباية اللي عليها فراشة، ولا حبوب القهوة الخضراء، ولا حبوب مش عارف ايه، ولا حبوب مش عارف ايه، هتعمل لك الكلام اللي في دماغك في يوم وليلة. فهو الموضوع مش متلخص في يوم وليلة ولا في 30 ليلة، الموضوع متلخص في الاستمرارية. اتحداك لو انت عملت سيرش او حد جه قال لك انا هعمل لك الكلام ده وعمله فعلا. انا دلوقتي عندي فاتس متجمع، فلما باكل دايت، الدايت ده قللت او عملت عجز في السعرات الحرارية اللي المفروض تخش لي، فالجسم بيبتدي يقول لك بس وقف، خد بالك. انت دلوقتي كنت بتاكل مثلا 2000 ونص كالوري، 3000 كالوري، دلوقتي بقى 2000 ل 1000 ونص، الموضوع قل. انا كده هبتدي استنى شويه. استنيت شويه، انت ما دخلتليش زياده. لما انا قرصتك وحسستك بالجوع انت ما دخلتليش زياده، فخلاص انا هبتدي اروح لفين؟ للمصدر بتاع الطاقه التاني اللي هو الدهون، فكسر فيها، فيبتدي شكل جسمك يتغير، فتبتدي تحس، فتبتدي يبقى عندك موتيفيشن او دافع اللي انت تكمل الموضوع. عارف انت الصوره بتاعت الراجل اللي بيحفر وواحد تاني فوقيه بيحفر، التاني اول لما قرب يوصل للجوهره لف ورجع؟ هي دي نفس الفكره. انت ممكن تبقى خلاص على وشك اللي انت تشوف نتيجه وتستسلم. فانت الموضوع محتاج استمراريه. عايز تخس او عايز يبقى جسمك كويس او عايز تبقى مستمر في موضوع الرياضه، خش اقرا عنها. انا اللي بحدد مش الناس اللي بتحدد لي.
انا والله العظيم عن تجربة شخصية اعرف حد زمان كان بيتمرن معايا، كان فقد الامل اللي هو هيخس او هيتطور او هيحصل حاجه، وابتدينا مع بعض واحده واحده يعني نوصل لنتائج ملموسه على ارض الواقع. بقينا مع بعض حاسين بالتطور، بقينا مع بعض شايفين التطور، بقينا مع بعض حاسبين كل حاجه، مسجلين كل حاجه بتاريخها، وقدرنا مع بعض نوصل لتطور كبير جدا. بحكم شغلي كمدرب احمال جت فتره بسيطه جالي معسكر مغلق عشان كان عندنا بطوله بره، وانشغلت شويه في موضوع البطوله ورجعت بعد فتره. فكنت بطمن على الشخص ده وبكلمه وبقول له ازيك عامل ايه ولا اخبار ايه فينك ما بتجيش ليه. قال لي اللي هو حصل له بعض الوعكه الصحيه او الظروف الصحيه اللي ما كانتش كويسه، واضطر اللي هو يقعد في البيت فتره، وانا ما كنتش اعرف السبب نهائي. بعد فتره اتواصل معايا وقال لي اللي هو عمل تحاليل لان الوعكه اللي هو كان فيها ما مرتش ولسه حاسس بألم، والموضوع طلع خطير فوق ما انت متخيل. الشخص ده راح عمل تحاليل ولقى اللي عنده نقص في فيتامين د لدرجة ان الهوا لو عدى من جنبه بيوجع له عضله. قلت ده فيروس جاله او حاجة جاتله. وبالمناسبة الموضوع ده كان قبل كورونا بكتير كمان. ايه اللي حصل عشان يوصل للمرحلة دي؟ في الفترة اللي انا كنت فيها غايب وكان عندي معسكر مغلق، الشخص ده اتواصل مع حد عشان يكمل معاه تغذية، فالمهم هو راح لحد عشان يديله نظام غذائي ويساعد اللي هو يخس، وفي نفس الوقت انا كنت سايب له التمارين ما عندوش مشكلة فيها. لما راح للشخص ده قال له انا عندي حبوب هتساعدك كتير اللي هي تخسسك. الحبوب دي ما بتتباعش في الصيدليات، والحبوب دي انت بتشتريها من عندي، وعن تجربة الحبوب دي يعني اقل حاجة 10 كيلو 20 كيلو في الشهر. المهم خد الحبوب من هنا، ابتدى يشوف مفعول من هنا رهيب. في اول اسبوع هو بيخس، تاني اسبوع هو خلاص الخدود اختفت تماما. مش هقولك بقى البطن والدهون، الخدود اختفت تماما، يعني ما بقاش فيه خدود، بقى الوش فلات كده. وابتدى مستمر وعجبه الموضوع ومكمل لحد بعد شهر ما بقاش قادر يتحرك. الشخص ده كان عنده مشكلة قبل كده في رجله، لما خد الحبوب دي ودمرت له فيتامين د ما بقاش نافع فيها عملية تصحيح. يعني هو كان عنده مشكلة في مفصل الفخذ، عمل حادثة وتأهل ورجع طبيعي واتمرن وابتدى يهتم بقى اللي هو يخسس او اللي هو يكمل على الموضوع. فلما خد الحبوب والفيتامين د نقص تماما، فما بقاش قادر يمشي تاني زي الاول. لما عمل التحليل وعرف الفيتامين د اتدمر، راح لدكتور عظام عشان كان الألم بتاع رجله رهيب. فلما دكتور العظام كشف عليه وابتدوا يعملوا له الاشعه والتحاليل، لقى له هو ما بقاش نافع يعمل تدخل جراحي للمفصل، فبقى لازم يغير المفصل كامل. وفعلا غير المفصل كامل تماما. فاللي انا عايز اوصله لك من القصه دي كلها، مفيش حاجه هتاذيك اكتر من اللي انت تخس بسرعه. مفيش حاجه اسمها خس من منطقه معينه. الموضوع عبارة عن وقت. زي ما اديت للفاتس والجانك فود والفاست فود والكلام ده كله وقته، ادي للتمرين والاكل السليم وقت، وشوف النتيجة بعد فترة. ما تبقاش معلي سقف طموحك قوي فتلاقي النتيجة مش مرضية فتبطل. لو عجبك الفيديو حط لايك، سبسكرايب، شير، والسلام عليكم. أن ألقى